سر إلهي من أسرار السعادة، لو عرفته هتتبسط وترتاح ومش هتقلق من أي حاجة فاتت ولا أي حاجة جاية. والسر ده عن تجربة. أنا كنت تعبان زيك كده ومستغرب ليه بطلب من ربنا حاجات كتير ما بيديهاليش أو بيديني جزء منها، وفي حاجات تانية أنا مش عايزها ربنا بيخليها تحصل لي. بص يا حبيبي، ربنا عشان عايز مصلحتك بيديك اللي انت محتاجه، مش اللي انت عاوزه أو اللي انت بتحبه. بمعنى أصح، أي حد فيكم مخلف وعنده أولاد عارف قد إيه ولادنا كانوا دايما بيحبوا يلعبوا بحاجات ممكن تقضي عليهم. عايز يحط صباعه في كوبس الكهرباء، عايز ينط بالشباك. أهو ربنا عشان بيحبك بيتعامل معاك بكده، بيديك اللي أنت محتاجه مش اللي أنت عاوزه أو بتحبه. ليه؟ لأن أنت علمك محدود وقدرتك محدودة، فأنت مش عارف إيه اللي في المستقبل. وافتكر معايا كده، في كام مرة في حياتك قرارات خدتها وحاجات كان نفسك فيها ورجعت ندمت عليها بعد كده. وبالتالي تيجي تلاقي ربنا وهو بيكلمك في القرآن بيقول لك ايه: وآتاكم من كل ما سألتموه. مش كل ما سألتموه، هو بيديك اللي انت محتاجه. تيجي ربنا تلاقيه بيقول لك: ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض. وعشان يطمنك قال لك: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت طالما دعيت ربنا وطالما بتعمل اللي بيرضيه وبتقرب منه ووكلت أمرك ليه، افهم إنه بيديك اللي أنت محتاجه علشان تبقى أحسن وتبقى في خير. فهمت ولا عيد كلامي تاني؟ طالما فهمت، اعمل لايك واعمل شير عشان ننشر السعادة ونفهم غيرنا ونساعد غيرنا. وصباح السعادة.